هنعمل بقى النهارده منظم اقلام مش محتاج لاي ادوات خالص. مش هنستخدم اي نوع لزق، انا مستخدمه ورق خفيف، ممكن تستخدموا ورق كانسون لو عاوزينه متين شويه. بتني الورقه بالنص كده وبعدين بتنيها مره كمان، بعدين بفرد اخر تانية وبتني الزاويه دي لنص الورقه، ونفس الموضوع مع الزاويه دي، وحتى الزاويتين اللي فوق هعمل معاهم نفس الفكره، بس هاخد بس الطبقه الاولى اللي هتنيها والطبقه التانية مش هتنيها. بعدين بتني الجنب ده لحد الزوايا المتنيه الناحيه التانية، نفرده ونتني الجنب التاني، بعدين تنيت الطبقه الاولى دي بالنص، والزاوية دي بتنيها لحد العلامة او التانية دي، وبضغط على المربع اللي من فوق ده بس، مش بتنيها من تحت ولا حاجة، ونفردها ونعمل كده الناحية التانية وبس كده خلصت. لو عاوزين بقى نزين هنزين في المرحلة دي قبل ما نقفلها، بنزين المربع الصغير ده بس. استخدموا الادوات المتوفرة عندكم للتزيين. انا استخدمت قلم فلوماستر ورسمت بيه كده شكل، ده مانيكير ابيض، وممكن يبقى قلم اكريليك او حتى قلم كوريكتور. ولما نخلص تزيين بنبرز بقى التنيات كلها زي كده، والزاويتين دول هستخدمهم عشان اقفل المنظم بيهم. باخد الزاوية دي كده وبتنيها وادخلها تحت الزاوية اللي في الجنب ده، وهعمل كده كمان الناحية التانية كده، يبقى اتقفل من غير اي نقطة لزق. كان متوفر عندي الورق الاخضر ده فكملت تزيين، رسمت عليه الشكل ده وقصيته، حددت حرف الرسمة دي بقلم فلوماستر اسود، واستخدمت الصمغ ولزقتها هنا كده، كان شكلها كيوت قوي وعسولة. عملت كمان واحد باللون الاحمر وبرده رسمت عليه بالقلم الفلوماستر، دي هعملها على شكل البطيخ، ولزقت ورقة باللون الاخضر تحت كده، بعدين قفلته بنفس الطريقة اللي فاتت. طبعا تقدروا تعملوا اشكال كتير، ترسموا بقى بقلم جاف او اقلام فلوماستر بس، او تستخدموا ورق ملون زي ما انا عملت كده. الموضوع مفتوح كده وفيه افتكاسات، بجد لذيذ قوي، وعلى فكرة سهل لو مشيتوا مع الفيديو خطوة خطوة هتعملوه. شكلهم حلو قوي وصغننين كده ومش واخدين مساحة على المكتب.